انا مش عارف ليه حصل كده. انا ما عملتش حاجه، الفضول هو اللي خلاني اخش اللعبه دي. ما كنتش متوقع الغدر ومن مين، بس لازم افضل استمر في اللي بعمله علشان لازم الصندوق يكون في حد والا هموت. احلى مسا عليكم حكواتيه اللي بيسمعوني. انا مش عارف اقول غير ان انا ممتن لكل حد فيكم بيسمعني، لا وكمان عاجبه اللي انا بعمله. مش قادر اقول غير شكرا من كل قلبي لاي حد بيتفرج عليا وبيشجعني. انا عارف ان انا ممكن اطلب منك طلب غريب دلوقتي، انك تعمل لي لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو ده عشان يوصل اكبر عدد من الناس. وشكرا جدا ليك يا حكواتي على دعمك ليا، وما تنساش بقى تشترك. ويلا بينا نبدا تجربه جديده يا حكواتي، وهي تجربه الصندوق الاسود. بعد ما خلصت حكاية البيت الملعون واللي كانت استغاثة من عالم آخر، لو لسه ما شفتش الفيديو هتلاقيه في الوصف أو في الآي اللي ظهر لك دي، أو في آخر الفيديو كمان هتلاقي القصة. لو لسه ما سمعتهاش روح واسمعها هتعجبك. ما علينا، قررت إن أنا أنزل الكلية بعد التجربة الصعبة دي، وأنا عازل في البيت انعزال تام لأني مش قادر أنسى أو أتخطى التجربة دي. عدى أول يوم عادي، تاني يوم عادي، تالت يوم عادي، لما رابع يوم بدأت أحس بملل. الملل ده كان هيقتلني حرفيا، لحد ما جات لي مكالمة غيرت كل حاجة. الو، ازيك يا حكواتي؟ ايوه يا عمر، ازيك، الاخبار؟ قال لي بقول لك، انا وبقلب على جوجل لقيت لينك لموقع بيعمل لعبة جديدة وعايز ناس متطوعين يجربوا اللعبة دي ويشتغلوا اللعبة عليهم، ما تيجي نجرب؟ انا قلت له موقع ايه ولعبة ايه؟ دي اكيد اشتغالة، ده اكيد موقع هاكر ولا حاجة من الحاجات دي، بلاش، اسمع مني، فكك. قال لي معرفش، الفضول هيموتني، انا هموت واجرب اللعبه دي. قلت له ولا ولا قادر عليك ولا قادر على فضولك ولا على اي حوار من الحوارات دي، فكك احسن. قال لي لا يا عم، دي مش حوار، دي لعبه، وبجد لعبه بتعتمد على الواقع المعزز زي الميتافيرس بالظبط، بس الاختلاف ان كل اللي حواليك بيكون حقيقي. قلت له يا سلام. قال لي اه والله زي ما بقول لك كده، بس في مشكله، ان اللعبه عشان تتلعب لازم تتكون من تيم يكون فيه 3 على الاقل. قلت له طيب واحنا هنعمل ايه حتى لو هنشترك؟ تفتكر ممكن نجيب مين؟ انا مش عارف، انا بفكر في يوسف. قلت له اشمعنى يوسف؟ علشان هو الوحيد اللي هيوافق على اللعبه دي، لانه كمان ده في مجال دراسته فممكن تفيده، ما انت عارفه بيدرس برمجه المواقع والالعاب، فاكيد هيوافق وهيبقى فرحان بحاجه زي كده. قلت له بص انا مش عارف، سيبني دلوقتي وهفكر وارد عليك. وقبل ما اقفل بالظبط قلت له عمر، هو اللعبه دي اسمها ايه؟ قال لي الصندوق الاسود، وقفل السن. وبس يا حكواتي، فضلت طول الليل الفضول هيموتني، عايز اعرف اللعبه دي عباره عن ايه او بتتكلم عن ايه او اصلا تجربتها عامله ازاي. فضلت ادور على جوجل كتير ان الاقي حاجه، مش لاقي مقال، مش لاقي تجربه لحد بيتكلم عنها، برضه مش لاقي. كلمت يوسف وحكيت له كل حاجه. قال لي هو عمر عارف اللعبه؟ قلت له اه، وحكيت له كل اللي دار بيني وبين عمر. قال لي طب ثانيه واحده كده، ببص على تليفوني لقيت ان هو بعت لي رساله فيها لينك اللعبه دي. انا افتكرت ان المشكله عندي انا في الاكونت بتاع جوجل، ولما سالته قال لي لا يا عم، انا لقيته في وشي اول لما كتبت الصندوق الاسود وظهرت لي وبعته لك، ما جاش في بالي حاجه خالص. تاني يوم كلمت عمر قلت له بقول لك ايه، انا موافق نجرب لعبه الصندوق الاسود دي. قال لي ونجيب مين تالت؟ قلت له يوسف. انا ما اعرفش ليه اخترته، ما اعرفش ليه هو اول واحد جه في بالي، رغم ان انا ما بحبهوش او مش بستريح له اصلا، هو الوحيد دونا عن الشله بتاعتي. ليه هو بالذات اللي انا اخترته؟ الله اعلم. بعدها بشويه جات لي رساله من عمر بيقول لي فيها انا عندي ليك خبر حلو. قلت له ايه؟ قال لي احنا اتقابلنا. قلت له هايل، هو المفروض يحصل ايه تاني بعد كده؟ قال لي معرفش. بعد كده سكت شويه قال لي استنى كده، ده في رساله تاني بيقول لي تم تحديد الموعد 1/3. قلت له طيب ما انت ما تعرفش اي حاجه ممكن نعملها، يعني نجهز حاجه ليهم متطلبات، اي شروط، اي حاجه؟ قال لي لا، كل اللي هم عايزينه انك تكون جاهز يوم 1/3 الساعه 6 الصبح، في عربيه هتيجي تاخدك من تحت البيت. قلت له عربيه؟ ده ايه الدلع والكرم ده كله، عربيه لحد البيت؟ قال لي اه. لا ومش بس كده، هيعدوا يجيبونا وكل تيم ليه عربيه هيروح يشارك فيه. قلت له انت عرفت الكلام ده من فين؟ قال لي انا لما دخلت على اللينك تاني وقريت المتطلبات والشروط
ظهر لي ان انا لو اتقبلت ادخل البيانات اللي هم بعتوها لي، ودخلتها. ولما دخلت لقيت بياناتك وبيانات يوسف وبياناتي موجودين في الموقع، وكانوا كاتبين فيها كل الكلام اللي انا بقوله لك ده. قلت له مش مشكله، يلا بينا. وبس يا حكواتي، فضل الفضول هيموتني طول الليل اللي هو يوم 28/2. هيموتني، عايز اعرف هيحصل ايه يوم 1/3. تقريبا كنت صاحي وما نمتش وطبقت، بس عيني غفلت قبل الميعاد بنص ساعه تقريبا. نمت وحلمت حلم غريب. حلمت حلم ان عمر بيقول لي فيه ما تسيبنيش، اوعى تسيبني، وكان ماسك وخايف فيا وماسك في دراعي جدا. بس المكان اللي كنا موجودين فيه كان تحس ان هو مكعب، والمكعب ده كان مظلم جدا. هتقولي حسيت ان هو مكعب ازاي؟ هقولك من عدد البشر اللي كان موجود فيه. كنا كتير، باين حدود المكعب ده بوجود الناس. كنا مرصوصين وكنا كلنا خايفين، بس انا ما كنتش خايف قوي. وعمر كان ماسك في دراعي ومثبت فيه جامد، وكأن خايف من حاجة مستنياه او من مصير هو رايح له وعارف ان هو رايح له. صحيت على مكالمة عمر ليا بيقول لي ها انت نمت ولا ايه؟ قلت له لا انا صاحي. قال لي طب يلا انا في الطريق. قلت له ازاي؟ قال لي العربية جت تحت البيت وخدتني، وقبلها خدت يوسف، وجايين لك اهو، هنعدي عليك وهنروح المكان. عدوا عليا، واول لما ركبنا العربية كانت عبارة عن زي اتوبيس صغير كده لونه اسود، واول لما دخلنا فيه ما كانش فيه غير 3 كراسي بس مرصوصين جنب بعض، وبقى العربية كبير وفاضي وما فيهوش غير واحد بس. كان لابس قناع ومش مبين وشه ومش مبين اي حاجه، وحتى صوته كمان ما بيتكلمش. فجاه سمعنا بالسبيكر العربيه ان في حد بيتكلم وبيوجه لنا التعليمات، وبيقول فيه كل واحد تحت رجليه دلوقتي في قناع هيلبسه. واول لما لبسنا القناع كان عباره عن قماشه سوداء او كيس اسود لبسناه على وشنا وبس. ده اللي انا فاكره، لان عديت من 1 ل5 او ما كملتش 5 ثواني كمان، ولقيت نفسي شبه متخدر او بتخدر وبنام. فوقنا كلنا لابسين لبس واحد، بدله رمادي، قاعدين كلنا في نفس المكعب الاسود اللي انا حلمت بيه. مكعب ضلمه بس في ناس كتير. يوسف كان اولنا، بعد كده انا، بعد كده عمر، وكان مكلبش فيا نفس الكلبشه بتاعت الحلم. انا قلت مش معقول ان انا هتوقع واحلم بنفس اللي انا فيه ده دلوقتي. بس كانت المفاجاه لما سمعنا صوت بيقول اهلا بيكم في لعبه الصندوق الاسود، اللعبه اللي انتوا وفضلكم هو اللي جري وراها. ما تفتكروش ابدا ان هي صدفه ان الموقع يظهر لكم. الموقع ظهر لبعض الناس اللي عندهم القدره ان هم يتخطوا مراحل اللعبه، ومراحل اللعبه 4. لازم تلتزموا بالقواعد وبالشروط اللي احنا حاطينها عشان تستمتعوا باللعبه. انا قاعد وبكلم عمر وبقول له شروط ايه ولعبه ايه؟ انا مش فاهم حاجه. قال لي بص احنا لازم نكمل، انا قلبي مقبوض وخايف جدا من اللي بيحصل ده. قلت له ما تخافش، يوسف معانا هو مش خايف، يبقى اكيد مفيش حاجه. قال لي يعني هو يوسف هيفهم ايه ولا يعرف ايه؟ قلت له يا سلام، هو يوسف دلوقتي بقى وحش؟ مش ده اللي انت اخترته؟ قال لي انا مش عارف. يلا يا عم يلا. مره واحده المكعب ده فتح في اخر المكعب ده، وشفنا نور كبير واغمى علينا. وبعد ما اغمى علينا لقينا نفسنا قاعدين في غابه، والغابه دي فيها حيوانات متوحشه وشبه ممكن تكون انقرضت اساسا، مش عارف ازاي موجوده. وسمعنا صوت بيقول اللعبه بدات، مطلوب منك انك تلاقي الرساله، ولما تلاقيها يبقى انت والتيم بتاعك كله كسب. ملحوظه، ممكن تموت لان اجواء اللعبه دي حقيقيه. انا قلت ايه اللعبه دي وايه الهبل ده؟ عمر قال لي احنا لازم نطلع من المهزله اللي احنا فيها دي. انا ما قريتش الكلام ده على الموقع. يوسف قال لي احنا ممكن نموت، لازم ندور على الرساله. وقلت لهم كل واحد فيهم يتفرق في حته ونتجمع في النقطه دي، ولازم كل واحد يبقى فاكر هو مشي من فين، وعشان نتقابل هنا ومحدش يتوه. مش عارف ليه قلت لهم نتفرق. وانا فعلا بدور على رساله؟ هو انا فعلا تعمقت في اللعبه؟ لا ارادي لقيت نفسي بتحرك وبدور. توقعت ان الرساله دي اكيد مش تبقى موجوده في مكان عادي، لازم يكون مكان مش متوقع. المكان اللي كنا فيه كان عباره عن غابه زي ما قلت لك، بس الغابه دي يعني ما تفهمش هي عامله ازاي. الشجر اللي فيها مختلف، والنخل اللي فيها مختلف، وكل النباتات الموجوده مش نفس النباتات الموجوده على الارض. نباتات اول مره تشوفها، النباتات اللي بتشوفها زي فيلم في افاتار او فيلم خيال علمي بتلاقيها موجوده. يمكن هي دي اللعبه؟ مش معقول، اكيد في حاجه غلط. وانا بدور ببص على النخل لقيت ان هو بيثمر ثمار مش متوقع انها تثمر. يعني زي انك تلاقي نخله بتطلع مانجا، وشجره بتطلع عنب، وشجره تلاقيها بتطلع برتقال. بس الشجر عالي، ومش هو ده الشجر اللي احنا متعودين عليه، ومش دي نوعيه الشجر اللي بتنتج نفس الثمار دي. لحد ما ببص في نخله من النخلات لقيت ان في حاجه بتلمع على ثمره من الثمرات دي. انا كنت زي المجنون، ولقيت ان في جيب البدله من البدل الرماد اللي كنا لابسينها
حاجه زي الشناكل اللي بتغرس في اي حاجه انت بتدوس عليها. اللي لقيت نفسي بلبسها في رجلي وبطلع على النخله واحده 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 واحده، وتقريبا كنت شايف العالم اللي حوالين اللعب ده كله. احنا في المكعب، احنا لسه في الصندوق ده نفس الابعاد. لما تطلع على النخله هتشوف ان هو. انا اتخضيت لما شفت المنظر من فوق، واول لما مسكت الرساله مره واحده الدنيا دي كلها اتقلبت من اول وجديد، ولقينا نفسينا قاعدين في نفس المكعب بس نفس الضلمه اللي كانت في الاول. وانا ماسك الرساله مبروك، تيم A23 هو اللي كسب. هو احنا تيم 23؟ ببص كده على البدله مكتوب فعلا ان احنا A23. ده معناه ايه؟ ده معناه احنا اللي كسبنا؟ وانا لقيت الرساله فعلا. عمر بص لي واستغرب، قال لي انت عرفت من فين مكان الرساله؟ يوسف برضه بنفس الاستغراب، بس الاستغراب بتاع يوسف كان مريب، كانه عارف ان انا هلاقي الرساله. قال لي عاش جامد، احنا لازم نكسب اللعبه دي. على فكره اللعبه دي اول لما يتم طرحها رسمي احنا لازم نلعبها كلنا. قلت له ماشي يا يوسف نلعبها كلنا. وببص على العدد اللي موجود لقيت ان هو قل النص. سمعنا الصوت بيقول على جميع المتسابقين الاستعداد للمرحله الثانيه. زي ما انتم عارفين ان اغلب التيمات اللي خسرت منهم اللي مات بسبب ان هو خسر في اللعبه، ومنهم اللي وحوش قتلته، ومنهم اللي خالف الشروط وخالف التعليمات وكسر القواعد وكسر القوانين. فده معناه ان هو مات، والموت حتمي لاي حد بيخالف الشروط. ركزوا في المرحله الثانيه. في المرحله دي انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور وايه اللعبه دي وازاي تموت حد وازاي تخفي حد. انا ممكن يكون قصده موت في اللعبه، يعني انت مجرد ما تموت في اللعبه انت بتطلع تعيش تاني. كان عندي السؤال ده. انا وبتمشى في المرحله الثانيه كانت عباره عن صحراء بمعنى الكلمه، سامعين صوت الهواء والرياح شديده جدا. كان مطلوب مننا ندور على مكعب. المكعب ده جواه خريطه، الخريطه دي هتدلك على مكان الرساله الثانيه واللي فيها تعدي المرحله الثانيه تخش المرحله الثالثه. قلت لهم احنا مش هينفع نتفرق. قالوا لي ليه؟ قلت لهم المرحله دي صعبه، احنا في صحراء، ما ينفعش حد مننا يتفرق عن الثاني. الصحراء غير الغابه. عمر قال لي الصحراء غير الغابه ليه؟ قلت له الصحراء ما فيهاش مكان اقدر اشوفكم فيه عالي، او ما فيش نقطه نقدر نتجمع فيها ونفتكرها، انما احنا هنا في الغابه كنا بنقدر نتواصل مع بعض ونشوف بعض. تطلع على شجره تطلع على نخله كنا هنعرف نشوف بعض، احنا مش هينفع نسيب بعض. ولقيت عمر مسك فيا ونفس الكلبشه في نفس الدراع وبيقول لي انا خايف. قلت له ما تخافش واجمد، مش ده الفضول اللي انت بتجري وراه؟ قال لي لا انا خايف بجد. يوسف قال لي ماليش دعوه بالعوض بتاعكم ده، انا هروح ادور على الرساله. ظهر بيت من لا شيء ومن العدم حرفيا. يوسف قال انا هخش البيت ده، ودخل. انا وعمر كنا هنمشي وراه، بس مره واحده حاجه قالت لي سيبه يخش، وحشت عمر قلت له سيبه لوحده، احنا مش هنخش البيت ده. واول لما دخل البيت سمعنا صوت صريخ، صوت استغاثه، صوت حد بينده. يوسف ما طلعش من البيت وانا وعمر لوحدنا. الوقت عمال بيعد وصوت تكات الوقت عماله بتزن في ودني انا وعمر. في حاجه غريبه بتحصل، عمر ما ظهرش، يوسف ما ظهرش. هنعمل ايه؟ مش عارف. قررت ان اكمل وندور على الصندوق. احنا وماشيين كانت في علامات كتيره بتدل على انها يا اما تشتتك يا اما تدل على المكان الصحيح بتاع الصندوق، بس انا بحنكتي او بشويه ذكاء عرفت اوصل للعلامات اللي بتدل على وجود الصندوق بجد. اي علامه بتدل على الصندوق هنا فهي علامه غلط، والعلامه اللي بتدلك هي العلامه الصح. مشيت مع العلامه الغلط لان اكيد اللعبه بتفكر بالاسلوب ده، مش معقوله بالسهوله والسذاجه دي هيسيبوا الناس تكسب. اللي عرفته من يوسف في بدايه المرحله ان جايزه المسابقه دي كبيره وكبيره جدا كمان، فمستحيل تبقى بالسذاجه دي وبالسهوله دي كمان. بس في طريقنا واجهنا شويه عواقب، طلعت علينا حيوانات غريبه الشكل وغريبه النوع، ما كنتش متخيل ايه الحيوانات دي، بس قدرنا نهرب منهم وعرفنا نتخطاهم ولقينا الصندوق. واول لما لقينا الصندوق الدنيا كلها اتشقلبت، المكعب اتحول. عمر قال لي هو مش المفروض ان احنا بعد ما نلاقي الصندوق يبقى في خريطه ندور بيها على الرساله؟ قلت له انا ما اعرفش اي حاجه، ما تسالنيش. بعد كده في صوت بدا يكلمنا، صوت اجش، صوت خشن، كان بينادي علينا باسمنا. حكواتي وعمر يحضروا في التو واللحظه الان. حكواتي عمر احضروا في التو واللحظه الان. مره واحده النور ضرب في وشنا وفتحنا عينينا، لقينا نفسنا قدام كيان كبير، كيان طويل وضخم وعينيه كلها بيضة ويبص لنا وبيشاور بصباعه. انتم كسبتوا اللعبة من قبل ما تبدأ، اوعوا تفتكروا ان وجودكم هنا كان على محو الصدفة. لا، مش على محو الصدفة ولا حاجة، احنا اللي اخترناكم عشان تكونوا الخدام المخلصين. قلت له خدام مخلصين ايه وانت مين اصلا؟ انا مش عارف ازاي بكلمهم بالطريقة دي وشايف كائن ضخم قدامي، مش عارف هو ازاي ده بيحصل اصلا.
اللي انا هجاوبك على كل الاسئله اللي بتدور في دماغك. عايز تعرف ما كنتش بتلاقي اللينك ليه؟ عشان تختار يوسف. عايز تعرف يا عمر ليه انت اللينك ظهر لك؟ علشان انت الوحيد اللي كنت هتقدر تقنع الحكواتي انه يلعب اللعبه دي، لان فضولك بيحركه هو وبيحرك فضوله. عشان كده احنا اللي اخترناك الاول يا عمر. وعلى فكره يوسف من خدامي ومن اتباعي. بنبص كده لقينا ان يوسف ظهر من مكان وبيضحك وبيبص لينا وبيقول لنا انتوا فاكرين ان انا عملت كده بمزاجي؟ لا، ده غصب عني. عشان اعرف اعيش لازم اخش وادخل حد معايا. دي كانت الشروط، ودي كانت نفس القصه اللي انا وقعت فيها. ما كنتش فاهم انا هنا ليه، بس تم اختياري ان اكون من الخدام والاتباع، ودلوقتي انتم من خدامي واتباعي وهلم جرة يا حكواتي. قلت له يعني انت اللي بعت اللينك لعمر؟ قال لي اه، وما كنتش اعرف ان عمر هيكلمك بدري قوي كده قبل ما اظهر لك انت اللينك، بس اهو انا اول واحد جيت في بالك. معرفش ده صدفة. وبص كده على العرش وعلى الكائن الكبير اللي قاعد عليه وقال ولا بمساعدة الكبير المخلص النور. الكائن ده بص له وقال له لا، صدفة، وهو اللي دور ونكش فكلمك. انا اللي خليته يكلمك. دي الحاجة الوحيدة اللي انا عملتها. وبس حكواتي. معرفتش اعمل اي حاجة غير وانا مصدوم في يوسف، مصدوم في اللي كنت فاكره صاحبنا. انا من الاول عارف وحاسس ان الواد ده وراه حاجة. قال لي انا اللي عملت اللينك ده، وانا اللي ببعته لاغلب الناس، وانا اللي بظهره للناس اللي عندهم فضول زيك علشان ييجوا ويبقوا من خدامي. مرة واحدة المكعب اللي احنا فيه ده ضلم وبقى عبارة عن كتلة ظلام لحد ما ولعت شموع مرة واحدة، ولقينا نفسنا محاصرين في دايرة من النار. ولقينا بيبص لنا وبيقول لنا انتم دلوقتي خدامي، وبعد كده خدام يوسف، لحد ما تخلصوا المطلوب منكم. لازم تجيبوا لي حد علشان تعيشوا. عمر لقى نفسه مرة واحدة بيقول انا ماليش دعوة، وطلع بره دايرة النار. اول لما طلع بره الدايرة بتاعت النار دي انا ما شفتهوش. بصيت للكيان ولقيت نفسي قاعد ومتكتف وقاعد على الارض غصب عني. قلت له سيب عمر يعيش. قال لي هسيبه بس بشرط، هسيبه بس توعدني، وانت ما تقدرش تعمل حاجة غير كده اساسا، انك تدخل لي حد الصندوق عشان خدامي يكتروا يبقوا موجودين في كل مكان وسيطر على العالم من تاني. لازم تجيب لي حد في الصندوق الاسود. سامعني يا حكواتي؟ انا ما عرفتش اعمل اي حاجه. مره واحده نفس النور ضرب في عينينا تاني، ومش عارف لقيت نفسي لابس نفس البتاع السوداء اللي كنت لابسها انا ورايح، وجنبي عمر، انا وعمر بس، ويوسف كان موجود. كلنا كنا بنبص له بقرف واشمئزاز. مش عارف اعمل ايه. لقيت في حاجه مكتوبه على ايدي بتقول ان صندوق الميعاد الجاي اللي هيفتح فيه يوم 1/3 من السنه الجايه. ده بيفتح مره كل سنه، يعني قدامي سنه علشان اجيب حد. انا مش عارف انا هعمل ايه. تفتكر انا هعمل ايه يا حكواتي؟ استسلم واجيب حد وابقى من خدامه فعلا ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارف. انا بقول لك تجربتي، يمكن تقدر تحكي لي او تنقذني. لو عندك حل قوله لي، وقول لي اذا كان الفيديو عجبك ولا لا. سلام يا حكواتي، سلام.